كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: من قتل وزغا في الضربة الأولى، لاحظ الحديث، من قتل وزغا في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية، يعني ضرب الضربة الأولى ما مات، ضربه المرة الثانية فله دون ذلك، يعني أقل من 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الثالثة فله دون ذلك. أي أن الإنسان يحرص إذا أراد 100 حسنة الكاملة أن يقتله في المرة الأولى. من العلل أن المرة الأولى له أجر أكثر من الثانية والثالثة، أنها ربما تكون رحمة أيضا بهذا الحيوان، مع أنه ضار، مع أنه فويسق، مع أننا أمرنا بقتله، ومع هذا ربما رحمة بهذا الحيوان أيضا أن يقتل من ضربة واحدة. الوزغ فيه فضل عظيم، حسنات لمن يقتلها، فمن أراد الحسنات ووجد وزغا أو ما يسمى بالفويسقة، أو إحنا بلهجتنا الكويتية نسميه البرعصي، هذه الحيوانات من وجدها في أي مكان فليسمي الله عز وجل وليجتهد بأول ضربة فله 100 حسنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.